اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كلنا بنحب البيتزا. تعالوا نعمل مع بعض 3 صواني بيتزا بأقل من 100 جنيه. هنجيب نص كيلو دقيق، هنحط عليه معلقة خميرة كبيرة، رشة ملح، نص معلقة سكر، ونقلب المواد الجافة مع بعض كلها. وبعد كده هنعجن العجينة بتاعتنا بمية دافية بس، ونحط عليها ربع كوباية زيت، ونلم العجينة بتاعتنا ونسيبها ترتاح. طبعا دلوقتي الأسعار غالية جدا واحنا بنحب البيتزا، فانت ممكن تجيبي حاجات بسيطة جدا او ببواقي التلاجة عندك تعملي احلى صواني بيتزا لاولادك. بعد كده هنجيب الحشو، بصلتين كبار كده مقطعين صغير. اول هنشوح البصل لغايه ما يدبل معانا وياخد ريحه حلوه كده اهوت ولون حلو. وبعد كده هننزل عليهم بربع كيلو بس سجق بقى، لحمه مفرومه، ربع كيلو بانيه، 8 كيلو بانيه مفيش مشكله. لو مفيش بانيه ممكن تعمليه باللانشون والجبنه والخضار، اي حاجه متوفره عندك. فانا شوحت كده اهوت البصل، نزلت عليه بالسجق ربع كيلو، ونزلت عليه كمان بالطماطم، وهنزل عليه بالفلفل. وبعد كده هحط التوابل بتاعتنا، بصل بودره، توم بودره، ملح وفلفل، والسبع بهارات بتوعنا. وممكن تحطي كاري وكركم يعني هيغيروا طعم، وهيغيروا كمان شكل وريحه ولون البيتزا. بعد كده الخميره بتاعتنا هي او العجينه بتاعتنا خمرت، هنجيبها وممكن نقطعها على 3 صواني. انا بحب ادهن الصينيه زيت، وبعد كده افردها كده اهوت بايدي بالشكل ده، كل شويه افردها لغايه ما تبقى العجينه بتاعتنا على قد الصينيه بالظبط. لو انت بتحبي تفرديها على دقيق بالنشابه ممكن تعمليها كده. هفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده هجيب الخليط بتاعنا. ممكن لو انت عندك بقى خليط اللهم صل على النبي، دي طماطم اللي هو تسبيكة طماطم، ممكن تحطي معلقتين. لو في طماطم او معجون طماطم ممكن تحطي معلقتين. لو ما فيش انا هحط معلقتين كاتشب، هيغيروا طعم وكمان هيغيروا شكل الصينية بتاعتنا. وهنحط بعد كده الحشوه اللي احنا عملناها. لو الحشوه دي مش متوفره ممكن تقطعي بصل وفلفل وطماطم، تحطي لانشون، تحطي جبنه موتزاريلا، اي حاجه متوفره عندك في البيت ممكن تحطيها من فوق. لو انت عامله قبلها يوم فراخ ممكن برضو تقطعي الفراخ وتشوحيها وتحطيها، بواقي الفراخ اي حاجه ممكن تحطيها. فردت العجينه كده اهوت، سبتها ترتاح 10 دقايق. وبعد كده هجيب الحشو بتاعنا واحطه على العجينه من فوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا وانت بتعملي الاكل لازم على طول تذكري ربنا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، عشان الاكل بتاعك يطلع طعم وحلو كده. اول واحده عملتها بالسجق زي ما انتم شايفين كده، حطيت الحشو كله فيها وفردتها، وبعد كده دخلتها الفرن. هوريكم التانية بقى عملتها ازاي. كان عندي زيتون كنت انا مخللاه، بحب اخلل الزيتون مخصوص عشان خاطر البيتزا. جبت بقى لانشون، وجبت قطعت طماطم تاني، وكان في عندي كمان حبه جبنه موتزاريلا. فقطعت كل الخليط ده كله على بعضه واحطهم في بوله دلوقتي. ودي هتبقى الحشو بتاعت البيتزا التانية: طماطم، لانشون، زيتون، جبنه موتزاريلا. لو مفيش جبنه موتزاريلا ممكن تحطي جبنه قريش، ممكن تحطي بيضه او بيضتين برضو بيبقى طعمهم حلو جدا. وهجيب الصينيه بتاعتنا التانية واحط عليها الحشو ده. ممكن نحط كمان معلقتين كاتشب. هفرد الكاتشب كده وانزل بالحشو بتاعنا. يا ريت بقى تكتبوا لي تعليق حلو من تعليقاتكم على الافكار الحلوه دي. وعملت التالتة برضو ببقية الحشو بتاع الصينية الأولى. وكده عندنا صواني البيتزا جاهزة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بتكلفة قليلة جدا، وممكن تعمليها بأي حاجة عندك متوفرة في التلاجة.